السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وفي افضل صحة وفي افضل حال. وبإذن الله النهاردة معاكم فيديو بسيط جدا هنتكلم فيه عن موعد مباريات الزمالك القادمة، سواء في الدوري وبداية الدور الثاني والمهم جدا، أو سواء في الكونفدرالية اللي الزمالك بقى المنافس الوحيد فيها، وفي أفريقيا كلها من مصر بقى حاليا الزمالك هو الفريق الوحيد. فمتنساش تدعمونا بلايك ومتابعة وتصلوا على النبي أهم حاجة. ويلا بينا كده نتكلم كده في فيديو سريع عن اللي اتكلمنا عليه. فيلا بينا يا اخواتي، يلا بينا لايك ومتابعة وصلوا على النبي ويلا بينا. بإذن الله المرحلة التانية من الدوري المصري، الجولة الأولى هتكون يوم 5/4 بين الزمالك والمصري، ودي أولى المباريات. مباراة مهمة جدا 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 لنادي الزمالك، ونتمناها تكون مباراة سهلة جدا. دي هتكون يوم 5/4 اللي هو بعد حوالي 5 أيام، هتكون الساعة 8 مساء. مباراة بإذن الله تكون مباراة مهمة جدا لنادي الزمالك، ومباراة لازم الفوز فيها. هما متبقي 7 مباريات، حاليا الزمالك متصدر، لازم في كل مباراة الفوز الفوز الفوز، لازم حاجة مهمة جدا الفوز، ولازم نكسب كل المباريات المتبقية. فبإذن الله تكون مباراة سهلة جدا جدا لنادي الزمالك، وبإذن الله الزمالك يفوز ويقدم فيها أداء ممتاز جدا مع عودة اللعيبة كلها طبعا، وبإذن الله يكون مباراة سهلة بعد حوالي 5 أيام. فيلا بينا نشوف بقى مباراة الكونفدرالية. الزمالك وشباب بلوزداد في مباراة الذهاب يوم 12/4 في ذهاب نصف نهائي دوري الكونفدرالية. فمباراة مهمة جدا جدا لنادي الزمالك، ولازم نفوز، لأن المباراة تكون إن شاء الله مش في مصر. فمباراة بإذن الله تكون سهلة، وبإذن الله الزمالك يقدر بكل الإمكانيات وبكل الطرق إنه يكسب المباراة دي. مباراة بإذن الله سهلة، لأن حاليا الزمالك هو الفريق الوحيد حاليا اللي بينافس على بطولات أفريقيا في أندية مصر كلهم. بيراميدز طلع، والأهلي طلع من دوري أبطال أفريقيا، والمصري طلع من الكونفدرالية، فمتبقي الزمالك بس اللي حاليا بينافس. فنتمنى بإذن الله يفوز، وبإذن الله تكون مباراة سهلة ويفوز يوم 12/4 الساعة 5. فمباراة الذهاب بإذن الله تكون مباراة سهلة، وبإذن الله يفوز الزمالك وتكون مباراة من أسهل المباريات. نتمنى بإذن الله يكون الفوز للزمالك، فبإذن الله تكون مباريات سهلة. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهاردة. منساش تعملونا بلايك ومتابعة وتصلوا على النبي أهم حاجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.